ازيك يا شباب؟ إيه الاخبار؟ السلام عليكم. معلش سوري انت اخرت 5 دقايق، بس الطريق عمل معانا كده شغلانه يعني. احنا النهارده عندنا محاضره ان شاء الله نتكلم فيها على الناس اللي هتفتح عياده لاول مره. ولو انت عندك عياده برضو شوف فيك شويه نقط كده، انا عاوزك تبقى ايه واخد بالك منهم ان شاء الله. انا ده عنك كده تمام. ممتاز. اللي ما يعرفنيش انا اسمي احمد عبد الحميد. انا خريج جامعه القاهره سنه 2002. عملت معايا ماجستير بروسيس. بعد كده عملت ام بي اي. عندي عياده في المعادي، تقدر تقول على مركز عياده براحتك يعني زي ما تحب، من 2005. وعندي شركه بازل لاداره العيادات والمنشات الطبيه برضو من 2018. آم، عندنا شغل كتير في التدريب في اداره العيادات. عندنا شراكه مع الاكاديميه البحريه، عندنا دبلومه اداره العيادات والمراكز الطبيه. فتقدر تقول يعني ان انا عملت كحرت جامد قوي في موضوع اداره العيادات وانشاء العيادات والتشغيل والحاجات دي. ان شاء الله يعني ايه النص ساعه الجايه دي نقدر ايه اقدر اديكم بسرعه كده اي استفاده في الموضوع ده يعني ان شاء الله. انا هقسم لما حضرتك تفكر تفتح عياده، هقسم القصه دي ل5 مراحل، واتمنى ان انتوا ايه تركزوا معايا بقى في المراحل دي واحده واحده. المرحله الاولى انا هسميها الاستراتيجيك ثينك او البري بزنس فيز. قبل ما تفكر تعمل، قبل ما تخطط لاي حاجه، انت دلوقتي جاي في بالك ان انت عاوز تفتح عياده. المرحله الثانيه ودي مرحله مهمه وهتاخد وقت منك شويه، اللي هي البلاننج فيز. هتقعد تخطط للعياده اللي انت عاوز تفتحها دي. طيب المرحله الثالثه هنسميها التنفيذ. هتنقل بقى اللي انت كتبته على الورق ده، هتروح تنفذه بقى على الارض. المرحله الرابعه ان انت هتبدا تشتغل، تفتح بقى باب العياده، تولع نور اليافطه، يلا هنستقبل الناس. المرحله الخامسه اللي هي ما بعد التشغيل. كل مرحله من دي فيها بوينتس كتيره حضرتك محتاج تراعيها عشان توصل ان انت يبقى عندك سكسسفول دنتال براكتس. بس انا طبعا مش جاي اشرح لك كل النقط، لكن انا جاي في كل مرحله من دول هركز لك على نقطه او اتنين الناس عاده مش بتديها حقها، وغالبا هي دي بتبقى عامله لهم مشاكل. وتراكم بقى المراحل بيخلي الموضوع ايه يبان ان العياده مش شغاله قوي، او ما يحالفهاش النجاح زي ما بيقولوا يعني. نمشي انديكيتور او الحاجات اللي بتأدي، اللي بتخليني ابص على الاداء عامل ازاي، هو ده اللي انا ببص عليه. يبقى لما انا همشي بالفكر ده، يبقى انا مهامي الاداريه جوه عيادتي عامله ازاي؟ كبيره قوي. انا في الاخر بني ادم. لو انا هفتح العياده ومش مدي وقت كفايه للمهام دي، ما تجيش تقول لي ان انت هتفتح organization based practice. لا انت ما بتعملش كده. امال انت بتعمل ايه؟ ممكن تكون ده اللي مش غلط باي ذا واي، اللي هو ايه؟ ان انا البرايمري سورس اوف انكم. انا اللي بشتغل. وهتلاقي عيادات كتير تلاقي الدكتور صاحب العياده هو اللي بيدخل اكبر دخل، هو اللي عارف كل حاجه وهو اللي بيعمل كل حاجه. حواليه شويه دكاتره بس لما تبص دخلهم مقارنه بدخله، يعني هو لو مشي يقع. ده مش غلط، بس محتاج تظبط له موديل. ايه تاني هركز عليها في الموديل ده؟ ان انا طول الوقت كطبيب ابقى عندي نوع من انواع الكفاءه التكنيكال، عشان انا اصلا اللي بحل كل حاجه. فممكن يبقى عندي 3 4 اوض وداخل بعمل ايه؟ بشتغل هنا وبشتغل هنا وبشتغل هنا، ومعايا دكاتره صغيرين بيخلصوا لي الحاجات الصغيره، ايه يقفل لي مش عارف يحط الكراون يعمل، بس انا شغال. القصه كلها معتمده على مين؟ عليا، وعلى شطارتي، وعلى صحتي، وعلى حاجات. وده برضو مش غلط. كل اللي هطلبه منك في الموديل ده، لو انت هتشتغله، من فضلك ركز على ما بعد التقاعد. هعمل ايه لما صحتي تخني وهقعد؟ ايه السيفنجز، ايه الحاجات اللي هعملها بره شغلي اللي هحوشها، اللي هتخليني لما اقول انا خلاص هقعد اقدر اكمل حياتي عادي خالص ودنيتي تبقى كويسه. ولذلك انا في الموديل ده بفوكس دايما على ايه؟ بفوكس على حاجه اسمها بيرسونال ريبيتيشن، سمعتي الشخصيه.
دكتور أحمد ده عامل إيه، أخباره إيه، دكتور محمد ده سمعته عاملة إزاي، كويس، محترم، شاطر، بيكير علينا. فالناس بتبقى متعلقة بمين في الموديل ده، بمين، بالدكتور. في الموديل ده أحط على العيادة اسمي ولا اسم براند؟ اسمي. الtraining والcommunication، ما حدش بييجي لك من برّه فاهم أنت عاوز إيه. أنا مش باقول لك فاهم شغلته، ممكن يكون جاي فاهم شغلته، بس مش فاهم أنت بتدوّرها هنا إزاي بالبلدي يعني، بتمشّيها إزاي. فأنا من مصلحتي أجيب الشخص اللي داخل عندي ده وأقعد معاه شوية كده، أقول له بُص إحنا بنعمل 1، 2، 3 وبنحب الموضوع ده يتعمل بالطريقة دي، وبنحب القصة دي تتعمل بالطريقة دي. فافهّمه واتكلّم معاه واقيس في الكلام ده هو الراجل ده التواصل ما بيننا عامل إزاي. طالما مرّنته ولقيت إن الcommunication ما بيننا ممتاز وكويس، يبقى الراجل ده إن شاء الله إيه، fit معانا، حلو أوي. آخر حاجة، الراجل تمام وشغال حلو ودنيتنا كويسة، عاوزه يقعد معاك والّا عاوزه تمشّيه؟ عاوزه يقعد معاك. فطالما عاوزه يقعد معاك يبقى لازم تinvest فيه ولازم تشجّعه ولازم تحافظ على حاجة اسمها الretention. سؤالي بقى، أنهي محتاج فيه retention أعلى، الorganized based بتاع الأول والّا الدكتور based؟ إمم، الorganization based والّا الدكتور based، مين محتاج فيه retention أعلى؟ organized. ليه؟ لإن أنا كل الشغل معتمد على مين؟ على الناس أصلًا، أنا ما ليش تدخُّل، أنا مش هاعرف ألِم وراك. فأنا محتاج الشخص الكويس، المحترم، الشاطر، أinvest فيه كويس أوي وما امشّيهوش، وأفكّر بدماغي كويس، تكلفة مشيانه عاملة إزاي، عقبال ما أجيب حد تاني بالشطارة دي ويتمرّن وأفهمه ويفهمني عشان ال1000 والّا 2000 والّا 3 الزيادة اللي أنت مستخسر تدّيهم له. لا يا باشا ادّيهم له وهيكسبك أكتر. آخر حاجة لو عندك مش هاقلق عليك، لو ما عندكش هاقلق عليك أوي، اللي هي إيه، إن أنت تعرف تمشّي. أول ما تلمح إن الشخص ده مش الشخص المناسب، مش ده اللي أنا بادوّر عليه، الوقت ضدك، خسارة عليك. من الأول كده، أول ما خلاص يبقى تيقنت إن مش الشخص ده اللي أنا محتاجه، مش ده اللي عنده الskills اللي بادوّر عليها، مش ده اللي عنده الأمانة اللي بادوّر عليها، مش ده اللي عنده الfit للculture بتاعي اللي أنا بادوّر عليه، من فضلك خلّص الموضوع واكسب وقت بإن أنت تجيب حد فيه المواصفات دي. كل ع د كل دقيقة بتعدّي على الشخص ده عندك هي خسارة ليك. القُدام اللي فيكم واللي عنده عيادات أقدر كده أقول له فاكر كام واحد قعدت تحافظ عليه وأنت عارف إن هو مش كويس، في الآخر عمل إيه؟ هو شخصًا لا إمّا سرقك، لا إمّا سابك، لا إمّا يعني في الآخر افتكرت ما كان من الأول. فالfiring أو الtermination skills دي مهمة جدًا. أنا مش هاضمن لك إن أنت كل مرّة توفّق تجيب حد كويس، لكن لو عندك الskill دي أنا مش هابقى خايف عليك. إحنا اشتغلنا في المرحلة بقى بتاعة خلاص هنشتغل، اشتغلنا خلّصنا الplanning وهنشتغل. أنا عاوزك تركّز جدًا في حاجة اسمها الcrisis management، لإن دي نُصّنا ولا بيفكّر فيها. يعني إيه يا جماعة crisis management؟ يعني أنا أتنبّأ إن ممكن يحصل مشكلة ما، طب لو لا قدّر الله المشكلة دي حصلت، نعمل إيه، نتعامل إزاي، إيه الprocess اللي الناس تعملها، أدوارنا إيه في الموضوع دي. مجرّد إن أنت تتنبّأ بالقصة دي وتحاول تجهّز لها، سُمعة عيادتك بتتحفظ يا جدعان. لإن كل مرّة حضرتك بتُقع في أزمة والناس تعمل إيه، ركابها تخبّط في بعض وما بتعرفش تعمل إيه ويقعدوا يتلجلجوا ويقعدوا يفكّروا، كل شوية حد يسألك طب هنعمل إيه، نسوي إيه، دي كلّها عمّالة تخبّط فين، في سُمعة عيادة سيادتك. فإحنا طيب لمّا أنا أعمل crisis management أنا بادوّر على إيه، أول حاجة بابدأ أعرّف إيه الpotential risk اللي عندي، إيه المشاكل اللي ممكن تحصل لي. هاخش لي هتبدأ ضرايب، ما ده risk. إن حصل مشكلة مريض حصل له لا قدّر الله أي نوع من الcomplication، ما ده risk. equipment عطل، ما ده risk. يبقى أنت هتبدأ تhighlight لو ده حصل، لو ده حصل، لو ده حصل. تاني حاجة بتبدأ تعمل prepare حاجة اسمها response plan. طيب لمّا ده يحصل نعمل إيه؟ هنعمل 1، 2، 3. آخر حاجة بقى نبدأ نعمل إيه؟ نجيب الناس اللي هتشتغل الشغلانة دي، يا جماعة تعالوا نمثّل إن ده بيحصل. ويالّا نجرّب نعمل إيه. وجرّبوا يا جماعة ادّوا لنفسكم وقت إن أنتم تعملوا الprocess دي مع الناس اللي معاكم، هتكتشفوا قصص الناس بتقول لكم فاهمين، يالّا ننفّذ، تلاقي حاجة تانية خالص، خالص غير اللي إيه، كان بيتعمل لك كده. فطول الوقت ادّي لنفسك
وقت مع الteam، تعالوا يا جماعة نلعب اللعبة دي، وقت لطيف وتقعدوا تهزروا وتضحكوا، بس هتدّيك indication الناس فاهمة إيه بالضبط، وفعلًا الأداء بتاعهم عامل إزاي. هنشتغل برضه ناس عندها مشكلة كبيرة في التعامل مع الإدارة المالية في العيادة. أنا 4 نقط بسرعة هاتكلم عليهم. أول حاجة الcash management. يعني إيه الcash management؟ الفلوس اللي حضرتك بتخش لك دي بتعمل فيها إيه؟ تحطها فين؟ تنزل تجيب بقى جبنة رومي ولانشون وأنت راجع وزبادي زبادي، والّا بتحطها على البنك، والّا بتسيبها في خزنة تعمل فيها إيه؟ الcash management معناها حركة الفلوس اللي دخلت العيادة لغاية ما توصل للpool بتاعها، ومين مَد إيده عليها وبيعمل إيه بالضبط. اللي هي عندنا حاجة اسمها cash flow update. إيه اللي حصل للفلوس دي؟ وصلت لغاية فين؟ تمام، دي أول حاجة. تاني حاجة، عندنا حاجة مهمة اسمها الrevenue analysis. يعني إيه؟ يعني أنا دخل لي جنيه 10.000.000، جُم منين؟ جُم كلّهم من الimplant، والّا جُم من الخلع، والّا جُم من الrestorative، ومن أنهي دكتور؟ عشان لمّا هتعرف كده هتعرف ببساطة قوتك فين، ومين الفرود اللي عندك، ومش كل الناس بتتعامل زي بعض. رقم 3 حاجة اسمها الprofit and loss tracking. يعني أنا أعرف منين هو أنا كده كسبان والّا خسران؟ يبقى لازم أتعلم الأساسيات البسيطة في معرفة يعني إيه ربح. ربح ببساطة هو كل حاجة حضرتك دخّلتها نتيجة خدمات already نفّذتها، خصمت من الرقم ده كل تكلفة اتصرفت على شوية الخدمات دُولة، هيتبقى لك رقم هو ده ربحك. واوعى، واوعى ربحك ده تبُص على الخزنة وتقارنه بالرقم ده، لإن الفلوس حاجة والربح اللي إحنا بنتكلم عليه ده حاجة تانية. مهم جدًا لو حضرتك عندك مؤسسة organization based وعندك فيها شُركا، تتعامل بالقصة دي، عشان دي اللي هتوزّع على أساسه الأرباح، عشان لا تظلم ولا تتظلم. أنت بقى بطولك في العيادة وعاوز تمشّيها إيه، اللي داخل هنا وجبنا شوية لانشون وبعد كده خرجنا إيه ورُحنا صرفنا عملنا إيه، براحتك، اظلم نفسك أو اظلم عيادتك زي ما أنت عاوز، لكن معاك شُركا اوعى تبدأوا تفرّقوا فلوسكم على أساس نقدي، وإحنا كان عندنا إيه في الخزنة. غالبًا حد فيكم هيتظلم، لا خَد فلوس زيادة، لا خَد فلوس إيه، أقل. حاجة أخيرة، ما تشتغلش يا جماعة من غير target. لازم يكون عندك target شغّال عليه، أنا عاوز أوصل لكذا. ليه يبقى عندك target؟ عشان القُدام برضه يعرفوا الحركة دي. عارفين كده أمّا تفتح العيادة أول اليوم وييجي لك حالتين حلوين، تروح لاغي بقية اليوم. عارفين مين قديم مين بيعمل الحركة دي تروح مريّح آخر اليوم، أول ما ييجي لك قرشين حلوين في آخر اليوم تروح مريّح. لأ، ما بتمشيش كده، لإن بتيجي بعد كده تتزنق، وبتمشي يوم بيومه، وبعدين تقول أصل آخر الشهر هابقى أشوف المعمل على كام. لأ، أنت لازم يكون عندك أرقام، الأرقام دي بتحددها عشان هي دي مغطية تكاليفك ومغطية مكسبك والقصص دي كلها. أنا خلاص أهو باخلّص أنا خلّصت أصلًا، يعني دي آخر slide. باجري بسرعة جدًا، ما تقلقش يا دكتور. آخر حاجة الmarketing والcustomer retention. برضه من المشاكل اللي الناس ما بتعمل اللي بتعملها وباشوفها متكررة، الجملة دي يا جماعة الconsistency. يعني إيه؟ يالّا هنعمل إعلانات، هنجيب الشركة، يالّا نجيب الشركة، نقعد نصرف على الشركة شهر، شهرين، 3 ما جابتش، نروح عاملين إيه، ننام لنا إيه، 6 شهور على حس القصة دي. لا، 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 عاوزين نعمل إعلانات، يالّا نجيب شركة تانية، شهر، 2، 3 ما جابتش، يالّا ننام سنة. اللي حصل ده اسمه إيه، ابدأ من الأول. اللي حصل ده اسمه ابدأ من الأول. الماركتينج والتسويق أهم نقطة فيه يا جماعة هي إيه، الاستمرارية. ما بنجيبش والله من أول شهر، ولا من تاني شهر، ولا أنت ممكن تقعد سنة عقبال ما يبقى ليك positioning واضح في السوق. فكل ما حضرتك مستعجل وبتبُص تحت رجليك، كل اللي بتعمله إن أنت بتعمل إيه، بتبدأ من الأول. طيب، حاجة تانية مهمة جدًا، جدًا، جدًا ليها علاقة بظهورك على الأونلاين في السوشيال ميديا platforms المختلفة. حضرتك ظاهر إزاي؟ إيه الانطباع اللي مدّيه للناس؟ موجود أصلًا والّا مش موجود؟ بتتكلم في إيه؟ إيه الimage اللي أنت مظاهرها للناس؟ في ناس أصلًا مش ظاهرين، ما حضرتك ما حدش يعرفها. في ناس بتظهر بصورة يعني بتتكلم عن مشاكلها الشخصية وعلى مش عارف اللي مش عارفة تحل إيه. أنا كمريض باتابعك وشايفك حيران في مشاكلك، أنت بتدّيني رسالة معناها إيه؟ أنا أنت مش qualified يا جماعة. الناس بتجري ورا الناجحين، كل ما أحسّك قوي وناجح هاجري وراك.
انت حسستني بشكل ما دايركت او اندايركت ان انت حيران في اللي بتعمله ومش فاهم بتعمل ايه، هسلمك نفسي؟ لا يا باشا، خليك بقى ايه في مشاكلك، ربنا معاك، صوت صوتك ده براحتك وربنا معاك، انا مش جاي لك. الحاجه الاخيره في القصه دي مهمه جدا، الريتارجتنج. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ميزه كويسه قوي اسمها ان الداتا بتاعت البيشنتس معانا. ما ينفعش يا فندم انت ثروتك في عيادتك هي الداتا بيز بتاعتك، ما ينفعش يبقى عندك كل الانفورميشن دي وما بتعملش ريتارجتنج للناس دي وتعيد استهدافهم وتبعت لهم سواء رسائل دعائيه، سواء اوفر، وات ايفر اللي انت هتتعامل معاهم، هتتعامل معاه ازاي. الكلام ده لمين؟ لعيانينك القدام. انا شخصيا ماي فلوسفي وماي سكول، انا ما بعملش اي اوفر زي عيان جديد، انما العيانين القدام ادلعهم براحتهم. ليه؟ لان هو جاري على ايه؟ جالي على ليفل معين فهمه، يبقى انا اي حاجه بديها له عارف ان هي ايه؟ فرصه. انما الجديد هو ما يعرفش، اما انا اديله اوفر هو فاهم دلوقتي ان انا بعمل ايه؟ ان انا اصلا ما عنديش شغل، اي كلام بعمل اللي ممكن عيان زي كده يفتكره. اخر حاجه خالص، بعد ما اشتغلنا وخدنا وقت، الناس ما بتغفل فكره سكيلينج والاكسبانشن. يعني ايه؟ طول الوقت يا فندم انت عندك بروسيس لا تنتهي اسمها عاوزين ندخل سيرفيس جديده. يعني ايه سيرفيس جديده؟ كلمه سيرفيس جديده وانا بتكلم فيها يا جماعه قصدي ان حضرتك قادر تحل مشكله لمريض ما كنتش عارف تحلها قبل كده. كان بيجي لك مريض بشكل معين او بشكوى معينه، كنت تقول له والله انا ما عنديش الحل ده، ممكن تروح لدكتور تاني، او انا ما بتعاملش، او كنت يعني سوري في اللفظ بتعمل اي كده، اي كلام كده وخلاص، مش ده الحل اللي يطلع حاجه محترمه. إيه تاني؟ إن حضرتك تبدأ وصلت للكباستي بتاعتك النهائية، تفكر إن يبقى عندك نيو برانش. إمتى تفكر في القصة دي؟ لو أنت بتشتغل بأنهي موديل اورجانيزيشن. ما تجيش أنت بقى شغال بطولك وتروح تعمل لي إيه 3 فروع، هنا يوم وهنا ربع يوم وبعد الظهر هناك، وتبقى ماشي كده إيه بيدوروا عليك في الشوارع. مش لازمة الكلام ده كله. آخر حاجة مهمة جدا جدا برضو، لو هتشتغل اورجانيزيشن بيز، راس مالك في الهايرنج والديليجيشن. عارفين يعني ايه ديليجيشن؟ يعني كل حاجه حضرتك بتعملها بنفسك في حد تاني يقدر يقوم بيها. السر في الموضوع ده ايه؟ لو حضرتك مريض زي حالاتي كده وعندك او سي دي وعندك برفكشنزم وكل المصطلحات اللي بيمشوا ينطوروها علينا في الشارع دي، فمن فضلك فكر بالطريقه كده. لو انت بتعمل الحاجه دي 100% 100% حضرتك وبتعملها مره، ممكن تتعمل 10 مرات بكواليتي 80%. بعد ما تتعمل 100 مرة هترجع تاني ب100%. بس أنت فين؟ أنت هنا مفحوت والكباستي بتاعتك بتخلص، وأنت هنا برنس وقاعد كل الناس مأجر وقتهم ومأجر مهاراتهم. تاني، مش كل الناس بتقدر تدير مؤسسة بالشكل الاورجنايزيشن بيزد، واحترم ده في نفسك وده عادي جدا. ما تروحش تلبس نفسك. ولا كل الناس بتقدر تكون هي الوان مان شو. في ناس اصلا طبيعه ربنا مديها مخها كده، هي بتعرف تدير الناس وما بتشتغلش. هي لو دخلت هي تعمل ايه؟ تبوظ الدنيا. وانتوا عارفين في امثله، في ناس كده اول ما طلعت بقى عندهم براندات جامده جدا، اول ما كانوا في الموضوع ما كانش لطيف. فهي دي القصه. ولذلك فاينل يوم عشان ما تاخرناش خالص اهو، لو انت عاوز عياده ناجحه ركز في الاكسلنس التكنيكال، ان انت تكون فعلا شطار يعني عندك ناس شاطره انت او الناس اللي انت ايه هتعينهم. 2، اوبريشنال افشنسي، يعني انا كمريض جيت الاوبريشن كلها لطيفه وسهله، ده جيت بسهوله، حجزت بسهوله، دفعت بسهوله، نيتي لطيفه. 3، التراست اللي بتبنيه في البيشنت. ولذلك ما تصغرش دماغك مع مريض. لما تكون في مشكله مع مريض حلها بسرعه واكسبه على اللونج ران، ما تصغرش دماغك على كلام وتبص تحت رجليك. اتمنى ان انا ما كنتش اسرع من كده. اشوفكم على خير، شكرا. والله ياخد تزعل مني لا يا حبيبي، والله انت عارف لا يا ربنا ما يفعل، ده استاذ يا دكتور، ربنا يرجع. عندنا جروب كويشن دكتور في الاخر اعرفها بحيث المراجعه يوميه للمركز. انت مدير مركز انا بس مش صاحبه. يعني انت مديره وصاحبه. انا مدير وصاحبه او اهم، مش مشكله. المهم ان انت لو معاك شركاء، اول حاجه تقعد مع الشركاء دولت، لو هم هيخشوا يعني ليهم امباكت، تقول لهم انتوا عاوزين مني ايه كمدير.
تتفقوا على كده، دي نقطه مهمه جدا. اوعى تجيبك حد مدير في عياده يبقى هو الاونر ويقول لك شغلها لي، مفيش الكلام ده. لازم تقعد معاه تتفقوا على حاجه اسمها رود ماب كده، انت عاوز مني ايه بالظبط، وحاجات تكون بتنفع تتقاس. عاوز تارجت معين فلوس، عاوز تارجت معين مثلا بيشنت داخل، عاوز مثلا عدد شكاوي قليل. المهم تتفقوا على حاجه. لو حضرتك بتكلمني انت كيومك هتعمل ايه، اول حاجه هتشيك ان العياده ريدي تو اوبريت، يعني ما عندكش اجهزه بايظه، ما عندكش تولز مش موجوده، ما عندكش دكتور غايب، الدنيا نظيفه. ده اول حاجه. رقم اتنين، هتشيك على ان كل الناس اللي طلبت تيجي اتجاوب عليها. رقم ثلاثة، هتتشيك ان ما عندكش ولا تريتمنت بلان واقفه. يعني ايه واقفه؟ عارفين يعني ايه واقفه؟ عارفين العيانين اللي جم واتفقوا معاكم على حاجات وبداوا يشتغلوا وبعدين يختفوا، في نسبه مش قليله الناس دي اختفت عشان حضرتك كان المفروض مش عارف تقرا الاشاعه الفلانيه او تودي حاجه وما عملتهاش اصلا في وسط الايه المدعكه اللي حضرتك واقف فيها. فتشيك ان مفيش حاجه ناقصه. Thank you very much. Yeah, provided I'd like to give you Yes, certificate of appreciation. yeah. I'm honored. شكرا. Thank you. في ده بقى خالص. شكرا. سي Thank you very much. Yeah.